ما بيعديش يوم في شهر رمضان غير لما بيطلبوها مني. لازم تبقى موجودة على السفرة طول الشهر، سواء في فطار أو في سحور. يلا بقى هاتيلك نص كيلو كوسة كده، جربي فيه الوصفة دي وأنا واثقة إن هي هتعجبك ومش هتبطلي تعمليها طول شهر رمضان. حاجة مغذية وسهلة جدا. يلا بقى حبايبي، قبل ما نبدأ الفيديو نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا بقى بينا نشوف الوصفة القمر دي. معايا كيلو من الكوسة، انا غسلته كويس جدا جدا بالليفه عشان بيبقى فيه رمل ماسك في الكوسه، وبعد كده بنجردها بالسكينه على خفيف خالص عشان تبقى لونها اخضر زي ما انتم شايفين كده، او بالمقوار علشان اللون الاخضر بتاعها يبقى مزهزه وحلو. بعد كده بنقطعها، وطبعا بعد ما بنكحتها كده بنغسلها كمان مره، وبعدين بنقطعها زي ما انتم شايفين كده حلقات. هنجيب حله بقى على النار كده، نحط فيها شويه زيت وقطعه زبده او معلقه سمنه ومعلقه دقيق، معلقه واحده بس ممسوحه من الدقيق. بنقلبها كده كاننا هنعمل بشاميل. بننزل بعد كده بقى ببصلايه كده متوسطه ومتقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبطاطسيه صغيره برده بنقطعها مكعبات وطبعا غسلينها، وبننزل بالكوسه اللي احنا مقطعينها. بعد كده بقى بننزل بشويه شوربه فراخ او شوربه لحمه، او لو ما عندكيش حطي ميه ومعاها مكعبين من الماجي. هنحط شويه من الكرفس ونسيبها بقى تغلي. انا ما غطيتش الغطا للاخر علشان اللون بتاع الكوسه ما يغمقش، انا عايزه لونها يبقى اخضر زي ما انتم شايفين كده. لو ظهر عندنا ريم زي اللي انتم شايفينه ده نقشطه كده من على الوش علشان الشوربه بتاعتنا تبقى رايقه خالص. كده الكوسه بتاعتي خلاص استوت، نتاكد ان هي مستويه كويس والبطاطس كمان مستويه كويس. هنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص وتهدى خالص، وبعد لما تهدى هنعبيها في شفشق الخلاط ونضربها ناعم، نخليها يعني ناعمه جدا جدا جدا، ما تبقاش فيها حتت خالص. الخلاط بعافيه شويه فانا بشغله كده بالسكينه. المهم ان هي تنعم معانا خالص، وبعد كده هنصفيها وهنرجعها على النار تاني، وكده هيكون عندنا احلى شوربه كوسه طعمها فظيع. هنديها بقى شويه لبن عشان هي تقيله معانا شويه، وشويه من الكريمه اللباني. هنظبط بقى السمك بتاعها، لا تبقى تقيله ولا خفيفه، هي كده تقيله شويه. انا هديها كمان شويه لبن او شويه شوربه علشان يبقى السمك بتاعها مظبوط. هنقطع بقى اوراق شبت ناعم جدا جدا وبنضيفهم في الاخر كده، ورشه فلفل ابيض، وبنظبط الملح طبعا، وبس كده يبقى عندنا الشوربه بتاعت الكوسه بتاعتنا جاهزه. وعايزه اقول لكم بقى ان شوربه الكوسه دي تعتبر وجبه كامله، يعني لو انت عايزه تتعشي منها شويه طبق شوربه كوسه كده مع عيش توست، يعني بصوا وجبه كامله وبتدفي وجميله جدا جدا. لكن انا مقدماها على الغدا. الغدا كان عباره عن فراخ بالكاري والتفاح ورز ابيض جاسمين، فعملها بقى معاهم، فكان طعمها رهيب. وكانت وجبة الغداء هي عبارة عن كده: فراخ وشوربة الكوسة بالكريمة والشبت والرز الجاسمين. بجد جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا.